السلام عليكم، رمضان مبارك كريم. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم البقلاوة على الطريقة المغربية واللمسة المغربية. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. قبل ما نبداو في الوصفة، نتمنى ديروا لايك وتعليق وشاركوا القناة مع الأحباب والأصدقاء. وبسم الله على بركة. نصف كيلو ديال اللوز من بعد ما فسخناه في الماء وقليناه، غادي نحتاجوا ليها ما بين 3 حتى 4 المعالق ديال السكر، مسحوق زهرة البرتقال، 2 معالق ديال الكونفيتير ديال المشماش، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه ما بين سكر ومسكه الحره، زبده على حراره المطبخ، وزبده مذابه مع شويه ديال الزيت، ورق الفيلو وشويه ديال ماء الزهر. اول خطوه غادي نطحنوا اللوز مع نسبه ديال السكر. المهم غاديش نطحنوه مزيان غنخليوه هكذاك بحال مهرمش فيه الطريفات. الا بغيتو تطحنوه هكذاك يعني يجي هكذاك اللوز معلك، لكم الاختيار، ولكن انا كنفضل في البقلاوه يكون هكذاك فيه الطريفات ديال اللوز كيبان. كنبقاو نستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو مع اللوز كامل. انا عندي الماكينه صغيره يعني كتدي الوقت، ولكن اللي متوفر عندها الماكينه كبيره راه تقدر ديرها في دفعه او في جوج ديال الدفعات. الصراحه هاد الوصفه سهله وكتوجد دغيا. نقدر نوجدوها يعني في هاد الايامات اللي باقيين في رمضان او في النهار ديال العيد، كتجي سهله وبنينه. هنا من بعد ما سالينا مع اللوز غادي نضيفوا لها القرفه والمسحوق ديال المسكه الحره مع السكر، قبيصه ديال الملحه، وراس ديال معلقه صغيره ديال مسحوق زهره البرتقال، وغادي نضيفوا لها المربى او الكونفيتور ديال المشماش او الخوخ، او تقدروا تضيفوا لها الجليكوز كما بغيتو. ونضيفوا قياس معلقه كبيره ديال الزبده على حراره المطبخ. كنمزجوا جميع العناصر مع بعضياتهم وكنبقاو نعجنوها بشويه ديال ماء الزهر. هنا كما كتلاحظوا الاناء صغير بدلته في اناء شويه كبر باش تسهل عليا العمليه. المهم كنبقاو نستمروا بهذه الطريقه حتى كنحصلوا على عجينه يعني كتلوى لينا في اليد العقده ديال اللوز. كناخذوا المول ديالنا وكنقطعوا عليه، كنقطعوا عليه الحجم ديال ورقات ديال الفيلو بهذه الطريقه. انا عندي هذا المول يعني ما كبيرش بزاف. المهم نتوما غادي ديروا على حسب الكميه اللي بغيتو. صافي كنلويوه وكنحتفظوا فيه بالبلاستيك. كما كتعرفوا الورقه ديال الفيلو كيبقى فيها الحال دغيا كتيبس، ونديروها في بلاستيكه وحنا كنبقاو نخدموا كنجبدوا من بلاستيكه. غادي ندهنوا المول ديالنا بديك المزيج ديال الزبده مع الزيت، يعني كتغلب الزبده على الزيت. صافي كندهنوا مزيان القالب ديالنا او المول. صافي كنديروا الورقه ديال الفيلو، كل ورقه كل بين ورقه وورقه كندهنوا شويه بداك المزيج ديال الزبده والزيت. صافي كنبقاو نستمروا على هذه الطريقه. بالنسبه ديال الطبقات على لكم الاختيار، يعني شحال ما بغيتوا السمك يعني العلو كديروا بزاف ديال الوقات، غير هو خص يكون نفس السمك ديال التحت على السمك ديال الفوق. هنايا درت 9 ديال ديال الورقات ديال الفيلو كما كتشوفوا، وانا كنحطهم وكنضغط عليهم باش يلصقوا مع بعضياتهم كما قلت لهم. وانا كندير وكندهن بين طبقه وطبقه كندهنها بالزبده والزيت. صافي كنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كنساليو مع الطبقات كاملين. هنايا سرعت الفيديو باش تبان لكم الكميه ديال الورقه اللي درت. كما كتلاحظوا انا عندي السمك ديال المول ماشي عالي بزاف، لذلك يعني داك القياس ديال 9 ديال الورقات يعني كافيه. صافي كنبقاو نستفوا ديك العقده ديال اللوز
هكذا في القالب صافي. وحنا كنضغطوا عليه بحال كنمعصوا عليها باش تكون كل حبه متلاصقه مع اختها، يعني باش ما تفرتتش لينا منين نقطعوها، ما تفرتتش. يعني كنبقاو نعصوا فيها هكذا حتى كتولي تبقى وحده، وكنتاكدوا في نفس الوقت بان يعني جميع الصينيه واخده نفس الكميه ديال اللوز. صافي هنا كما كتلاحظوا دوك الشرائح اللي بقاو لا ديال الطرفات ديال الفيلو كنستغلهم كنديرهم هما الاولين هكذا، يعني باش ما يطرماوش. صافي هكذا نفس الطريقه كنديروا في الاول درنا 9، ودابا كذلك غنديروا 9 ديال الطبقات ديال الفيلو. ونفس الطريقه بين طبقه وطبقه كنبقاو نسقيوها بالزبده والزيت. كما كتشوفوا باقي كنستغل في دوك الطروفات ديال الفيلو، ما كاينش علاش باش يضيعوا يعني. غير هو خصنا نديروهم قبل، يا اما نديروهم في لاباز لتحت او نديروهم قبل الورقات الكبارين اللي غادي نديرو الفوق، غير هكذاك باش منين يطيبوا ما يتفرقعوش لينا ويخسر المنظر ديال البقلاوه من الفوق. المهم صافي دابا كنستمروا عادي، كنبقاو نحسبوا نفس الكميه اللي درنا في لاباز. درت انا 9 لتحت ديال الورقات ديال الفيلو لتحت، ونفس الشيء غادي ندير 9 ديال الورقات الفوق باش يجينا كيف السمك، تجينا السمك ديال لاباز وتجينا السمك ديال العقده ديال اللوز، والسمك ديال الفوق ديال الورقه ديال الفوق، باش ما تجيش شي حاجه طالعه على الاخرى لاختها. صافي كنستمروا بهذه الطريقه حتى الاخر، حتى كنساليو مع الطبقات ديال الفيلو. ونأكد عليكم وحنايا كنستفوا في الورقات، وحنايا كنضغطوا عليهم باش تلصق وحده مع اختها. صافي هنايا كندوزو واحد السكين هكذا من الجوانب باش نحاولوا ندخلوا ديك الورقه من الجوانب باش ما تطرطقش لينا او تخرج لينا العقده من الجوانب ويخسر لينا الديكور. المهم كنبقاو نستمروا على هذه الطريقه. صافي بحال اللي كنركزوا القطر يعني الشكل. صافي كناخذوا هكذا واحد المسطره صافي ديال ولادي راه مهرسه شويه، قلت لها راه ما طرماش يعني نستغلها، او شي كرتونه او عينكم ميزانكم. بالنسبه للمرصويات قطعوا المرصويات اللي بغيتو نتوما، هنايا قطعتهم شويه صغيرين هكذا يعني القيمه او جوج القيمات، تقدروا نتوما تقطعوهم يعني كبيبرين على هذا الحجم هذا. صافي كنستعن بهذه المسطره الصراحه كتساعدني باش يعني وانا كنضغط على الورقه وكنقطع، كتكون تقطيعه يعني متيوله وكتساعدني يعني يعني كيكون نفس الحجم. هنا كما شفتوا دهنت شويه المسطره بالزبده باش ما تلصقش ليا، حيت ملي كتقطع هي كتكون شي حاجه كتطلع معاك الورقه الفوقانيه، ولكن شويه ديال الخاطر صافي يعني كلشي غادي يفوت مزيان. صافي من بعد ما سالينا في الطول، دابا في العرض دابا غادي نقطعو في الطول، وغادي نستمروا في هذه الطريقه حتى كنساليو مع التقطاع ديال المربعات ديالنا، او تقدروا ديروهم يعني بشكل مائل. غير هو الشكل المائل يعني كتخسر بزاف كتضيع بزاف ديال ديال الحلوى ديال البقلاوه، يعني شي الاخر يعني كيبقى الشكل ديالو، اما مربعات يعني كتستغلي جميع الحلوى. صافي كنسقيوها بشويه من داك المزيج ديال الزبده والزيت من الفوق، كنشربوها هكذا. صافي كندخلوها في الفرن على 180 درجه من الفوق ومن التحت حتى كطيب مزيان. وهي سخونه غادي نسقيوها بالعسل. هنايا عندي غير العسل العادي، العسل المنزلي اللي كنت سبقني وشاركتها معكم. صافي كنسقيوها مزيان وكنخليوها
مينيموم 4 السوايع. انا هنايا درتها بالليل وخليتها ليله كامله حتى الغد لي، حتى شربت مزيان وتعلكت مزيان بديك العسل عاد باش قدمتها. هنايا راه النهار التالي ليه يعني شربت مزيان داك العسيله، كتجي الصراحه معلكه وزوينه وسهله كما قلت لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوا الوصفه مع الاحباب والاصدقاء. ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه، واللي باقي ما اشترك في القناه يدير زر الاشتراك مع الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نتلاقاكم في فيديو اخر وفيديو جديد، واخا كنتعطل عليكم ولكن الظروف اقوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.